السبب ورا انسحاب الاهلي على الورق هو ان الاهلي طلب تأجيل المباراة لحين تعيين حكام اجانب. ده على الورق، لكن هل في اسباب بره الورق؟ الاول، لو في اسباب بره الورق امتى تكون الاسباب حقيقية؟ لما يكون السبب اللي على الورق غير منطقي. تعالوا بينا نحلل السبب اللي على الورق، هل هو سبب منطقي ولا لا. انا هتكلم من الجانب الاهلاوي بصراحة كده. على الورق المنطقية الطلب اللي على الورق ان انا عاوز حكام اجانب وانا بطلب التأجيل عشان حكام اجانب، ده مش منطقي. مش انت بتطلب تأجيل عشان حكام اجانب، ولا انت اصلا عاوز تأجل؟ هل التأجيل سببه حكام اجانب ولا انت عاوز تأجل؟ او مش عاوز تبدأ ال7 ماتشات بتوعك في الدور التاني بالزمالك اللي انت بقالك موسمين مش عارف تكسبه ماتش؟ تعالوا نتكلم في منطقية الكلام ده. إدارة الأهلي اللي طول عمرنا شايف ان الإدارة بتخلي الأهلي ملتزم جدا في ماتش الساعة كذا بيتلعب الساعة كذا مهما كانت الظروف. المرة دي إدارة الأهلي بتقول ان انا رافضة التحكيم المصري، وان الكلام ده مش عاجبني وانا عايز حكام تانيين، وان انا عاوز حكام تانيين. طيب، اولا هو الحكم المصري ضر حضرتك في ايه يا كابتن اهلاوي؟ مش هقول يا كابتن خطيب او يا كابتن، لا، انا هتكلم في العموم. الحكم المصري ضر حضرتك في إيه؟ انت اكتر فرقة في الدوري كل ما فرقة تلعبها تشتكي من التحكيم. يعني بيراميدز يلعبك يشتكي من التحكيم، سيراميكا يلعبك يشتكي من التحكيم، زد يلعبك يشتكي من التحكيم، الاتحاد بيلعبك يشتكي من التحكيم. كل مديرين الكرة في اغلب النوادي اللي لعبتك بتشتكي من التحكيم قدامك. في الدوري عموما التحكيم ما ظلمكش، في الغالب لو ظلمك نقطة فهو مجاملك في 10، او يعني ظلمت اللي بيلعبوك المنافس الخصم ليك في الملعب وقتها بكتير. وكلنا عارفين الاهلي والزمالك بيتجاملوا ياما، يعني على حساب الفرق اللي هي اللي مش اهلي وزمالك، الفرق الغير شعبيه. طيب، بعيدا عن الفرق دي كلها، خلينا نتكلم في بينك وبين الزمالك، بينك وبين المنافس او المنافس التقليدي الدائم. يعني المنافس حالا هو بيراميدز. ماتشاتك انت والزمالك من ماتش السوبر الافريقي وكل الحالات التحكيميه الجدليه. اولا حضرتك فاهم يعني ايه حاله تحكيميه جدليه؟ يعني الحالات اللي حواليها جدل، اللي الزمالكاوي بيقول لا دي ليا، والاهلي يقول لك لا دي ليا انا، ده يقول لك دي الحاله دي مفروض تتحسب لنا، وده يقول لك لا الحاله دي تتحسب لنا. لكن كورنر اوت خلاص. لكن الجدليه كلها اتحسمت لصالح الاهلي. من اول ضربة جزاء اكرم توفيق دي حالة جدلية، ولحد النهاردة حكام يقولوا مش ضربة جزاء لانه ما لمهاش لنفسه وخلاص خرجت من رجله، وحكام تانيين يقول لك لا دي ضربة جزاء علشان ايه؟ رجل في رجل. دي حالة جدلية اتحسمت لمين؟ ليك يا اهلاوي، اتحسمت ليك، الحكم حسمها ليك، او الفار ايا كان، هي ما اتحسبتش ضدك. طيب، الماتش اللي بعديه هدف للزمالك بيجيبوا الجزيري بيتحسب تسلل. هنا حالة جدلية، ناس قال لك لا التسلل كان قبل اللعبة مش بعدها، وناس قال لك لا ده يعتبر تسلل وده مشترك في اللعبة. جميل. ده لحد النهاردة هي حالة جدلية، حكام قالوا هدف وحكام قالوا لا. في الاخر اتحسب لصالح مين؟ اتحسم للاهلي، اتحسم للي ينفع الاهلي. ايه الظلم اللي وقع بينك وبين الزمالك؟ الماتش اللي فات الاخير، ماتش اللي هو ما مرش عليه اسبوعين، بينك وبين الزمالك في لمسة يد، حالة جدلية ما جابهاش الاخراج الا من ناحية واحدة، والناس اللي في الملعب قالوا ان هم شافوها هاند بول. جميل. وما اتحسبتش عليك. لمسة يد يعني ضربة جزاء، لمسة يد داخل منطقة الجزاء زي ما حضرتك شايف قدامك كده على الصورة، مفروض يتحسب ايه؟ يتحسب ضربة جزاء، صح؟ دي حالة جدلية، ممكن تبقى ضربة جزاء او ممكن لا.
مظبوط. في الاخر اتحسمت لمين؟ هل اتحسمت للزمالك؟ لا، برضه لصالحك. ما فيش ولا حاله جدليه بينك وبين الفريق اللي انت رايح تلعبه النهارده وبتنسحب قدامه علشان التحكيم المصري انت شايف انه بيظلمك. ما فيش ولا حاله واحده من الحالات الجدليه اللي هي لصالح مين ولا لمين واتحسمت ضدك. بأمارة ايه عايز تقنعني ان انت نيتك فعلا تغيير الحكام؟ لا، نيتك مش الحكام، النية يا كابتن مش الحكام. معلش، احنا مش لسه اول مرة نتفرج على كورة. النية مش الحكام. لو حضرتك انت كاره الحكام، قبلت ليه الحكام المصريين في ماتشين قمة فاتهم؟ ما مرش عليهم يعني واحد من اسبوعين وواحد قبليه بشهر ونص. يعني ليه؟ اشمعنى النهارده حضرتك بتقول لا الحكام انا عايز حكام اجانب؟ ليه؟ وقبل كده كان في اللي بيراميدز كان بيطلب حكام اجانب والاتحاد رفض. بيراميدز ايام تركي آل الشيخ طلب بتعيين حكام اجانب في جميع ماتشاته، واتحاد الكرة رفض. هو اللي هيدفع فلوسهم. بيراميدز تركي آل الشيخ طلب انه يجيب حكام اجانب لكل ماتشاته، حلو، والاتحاد رفض. غريبة، انا اللي هدفع، اهو رفض. الاتحاد بيمشي كلمته على الكل الا الاهلي.